الفريلانس مش مجرد شغل من البيت، ومش معناه إن أنت هتتعلم مهارة النهاردة وبكرة تبدأ إن أنت تكسب منها أو تجيب منها ربح بالدولار. الفريلانس في الحقيقة هي فرصة كبيرة جدا جدا، بس محتاجة قبل ما تبدأ صبر وترتيب لبعض الأمور. في الفيديو ده أنا مش هبيعلك الوهم وهقولك الفريلانس على حقيقته زي ما هو بالظبط. السلام عليكم، أنا عماد عبد المجيد، محلل بيانات وفريلانسر، والفيديو ده هو أول فيديو في السلسلة الجديدة على القناة اللي هنتكلم فيها عن الفريلانسر من الألف للياء. السلسلة دي إن شاء الله هتكون مرجع عربي كامل مجانا لأي حد بيفكر يبدأ إن هو يكون فريلانس. هنتكلم فيها من البداية خالص عن إيه هو الفريلانس، وإزاي تكون فريلانسر، وإزاي تختار المجال، وإزاي تبني بورتفوليو كويس، وتتعلم منين، وازاي تعرف تقدم بروبوزال او تكتب بروبوزال كويس، وازاي تتواصل مع العميل لحد ما تكون ان شاء الله فريلانسر محترف. لكن قبل كل الكلام ده محتاج ان انا افهمك شوية اساسيات. اولا، يعني ايه فريلانس؟ الفريلانس ببساطة معناه ان انت بتقدم خدمة لشركة او عميل من غير ما تكون موظف ثابت عندهم. العميل بيكون عنده مشكلة وانت عندك المهارة اللي تحلله بيها المشكلة دي، والمهارة بتاعتك ممكن تكون في التصميم أو في الكتابة أو في البرمجة أو حتى في برنامج بتعرف إن أنت تشتغل بيه كويس. المهم في الآخر إن أنت تكون بتقدم نتيجة واضحة. بس خليني أقول لك أهم حقيقة، إن العميل مش بيدفع علشان الأداة اللي أنت بتستخدمها. هو مش مهم عنده أنت استخدمت إكسل ولا باور بي آي ولا حتى كانفا في المشروع بتاعك. المهم عنده ان هو بيبص للنتيجة بتاعتك، هل انت وفرت له وقت او مثلا مجهود او حلت له مشكلة كانت عنده او ان انت ساعدته ان هو ياخد قرار. عشان كده الفريلانس مش بيع مهارة وخلاص، الفريلانس هو بيع نتيجة. طيب، هل الفريلانس بيكون مناسب لكل الناس؟ بالتأكيد لا. في ناس بتحب الاستقرار اكتر، يكون عندها مرتب ثابت، يكون عندها مثلا مواعيد شغل متحددة لها، يكون عندها مدير بيطلب منها طلبات كل يوم وبتبدأ إن هي تنفذها. وده طبيعي جدا لناس كتير. لكن في ناس تانية عندها استعداد إن هي تتعلم وتخطط وتجرب وتفشل وترجع تجرب مرة تانية وتسوق لنفسها وتتعامل مع العميل لوحدها، ودول غالبا الفريلانسر بيكون مناسب ليهم أكتر. بس خليني أقول لك على حقيقة تانية ممكن تكون صعبة أو مصدمة شوية. الفريلانسر مش معناه حرية مطلقة. أنت ممكن تشتغل من البيت وممكن دخلك يزيد عن الوظيفة بكتير، وبتتعامل مع عملاء من بلاد مختلفة كتير، لكن في المقابل مفيش دخل ثابت، مفيش عميل هيجي لغاية عندك، ومفيش حد هيقول لك تعمل ايه بالظبط مع العميل ده، ولو حصلت مشكلة لا قدر الله محدش هيحل المشكلة دي مكانك. فباختصار الفريلانس بيديلك حرية أكبر بكتير، لكن في نفس الوقت هو بيلقي عليك مسؤولية أكبر بكتير من إن أنت يعني لو كنت موظف. هل الفريلانس يقدر إن هو يغنيني عن الوظيفة؟ الإجابة طبعا يقدر إن هو يغنيك عن الوظيفة، بل ويجيب لك دخل أكبر من الوظيفة بكتير. لكن برضه ده مش هيحصل من أول يوم ولا حتى من أول شهر. فلذلك أسوأ قرار ممكن إن أنت تاخده إن أنت توقف شغلك أو تسيب وظيفتك أو دراستك مرة واحدة وتقول ان انت هتبدأ خلاص في الفريلانس. الافضل دايما ان انت تبدأ الفريلانس بالتدريج. فلو موظف ابدأ بجانب شغلك، ولو طالب ابدأ خليه حاجة مثلا جنب الدراسة بتاعتك، ولو لسه بتتعلم في الاول خالص الفريلانس حاول تبدأ ان انت في جزء من يومك كده تخصصه ان انت تعمل فيه مشاريع وتضيفها في البورتفوليو بتاعك. طيب، ايه اول هدف اخليه قدامي في الفريلانس؟ طبعا بالتاكيد اول هدف مش هيكون ان انت تبقى غني من الفريلانس، لكن اول هدف والطبيعي ان يكون بالنسبه لك اول هدف ان انت تفهم السوق. يعني ايه عميل، يعني ايه عرض، يعني ايه تعديل وتسليم وتفاوض وكمان تقييم بيديهولك العميل. فابدا باول مشروع وخد منه الفيدباك او حاول ان انت تجيب منه تقييم كويس، وبعد كده ابدأ بالتدريج واحدة واحدة. ايه هي صفات الفريلانس او الحاجات اللي المفروض تكون عند الفريلانس علشان يقدر يبدأ بيها؟ الفريلانسر مبدئيا مش لازم يكون هو اذكى واحد، لكن لازم يكون عندك بعض الصفات. لازم يكون عندك صبر وتعلم مستمر وتطوير للنفس وتواصل كويس وتحمل للرفض والتزام، لان في الفريلانس سمعتك هي رأس مالك، وجودة شغلك وتسليمك والتزامك في الميعاد واحترامك للعميل، كل ده بيتراكم مع الوقت، ويا إما يديلك فرصة إن أنت تكبر أكتر، يا إما للأسف
يقلل من فرصك ان انت تشتغل بعد كده. مين ما يقدرش ان هو يعتمد على الفريلانسر من البداية؟ اولا لو انت محتاج دخل ثابت في البداية ما تعتمدش على الفريلانسر لوحده، لان عمره ما هيجيب لك دخل ثابت وانت لسه بتبدأ. ولو بتزهق بسرعة من التعلم هتتعب جدا، والفريلانس مش هيكون مناسب ليك خالص، لان الفريلانس في الاساس قائم على ان انت تتعلم مهارة جديدة كل يوم وتطور من نفسك دايما علشان تعرف ان انت يعني تبني بورتفوليو قوي وتجيب عميل او تجيب عملاء بشكل اكتر. وكمان لو بتستنى النتيجة بسرعة فهتتعب جدا جدا، لان الفريلانسر محتاج صبر زي ما قلنا والتزام. انت هتبدا ان انت تبني بورتفوليو قوي، بجانب طبعا ان انت تكون بتتعلم وتطور من نفسك دايما، وهتبدا ان انت تبعت بروبوزال او عرض يعني للعميل، ويكون عندك استعداد تام ان هو هيترفض، لان ده هيحصل وده الطبيعي جدا في الفريلانس. لكن تبدا تحاول مره واثنين وثلاثه وما تيأس، ويكون عندك صبر لحد ما ان شاء الله تاخد اول عميل والموضوع يكون اسهل معاك واحده واحده. لكن في نفس الوقت ده مش معناه ان انت ما تبداش خالص، ده بس معناه ان انت لازم تبدا البدايه الصحيحه وتكون عندك المفاهيم الصح من البدايه. طيب بعد ما عرفنا كل ده ازاي تبدا بقى في الفريلانس، عندك 5 خطوات اساسيه. اولا ان انت تختار مجال واضح قدامك. ثانيا تبدا ان انت تتعلم في المجال ده الاساسيات بتاعته بشكل كبير جدا، مش لازم طبعا تكون ملم بكل تفصيلة فيه، لكن على الأقل الأساسيات تكون عارفها بشكل كويس جدا. تالت حاجة إن أنت تبدأ تطبق على مشاريع تدريبية، خصص لنفسك وقت دايما إن أنت تشتغل فيه على مشاريع تدريبية. ورابع حاجة إن أنت تعمل بورتفوليو كويس. المشاريع التدريبية اللي أنت عملتها دي تاخدها وتبدأ إن أنت تضيفها في البورتفوليو بتاعك. وخامس خطوة إن أنت تبدأ تعرض الخدمة بتاعتك. فسواء لو كنت على موقع مثلا زي خمسات بيخليك ان انت ترفع خدمتك والناس هي اللي تيجي تشوفها، فيبدأ ان انت ضيف خدمة بتاعتك واشرح فيها التفاصيل اللي انت تعرف تقدمها. ولو انت على موقع مثلا زي مستقل فابدأ اكتب بروبوزال كويس وقدم عروض للعملاء. لكن اهم حاجة ان انت ما ينفعش تبدأ مشتت، ما ينفعش يكون مثلا قدامك 10 مجالات وتبدأ ان انت تفكر فيهم كلهم مع بعض. لا، اختار مجال واحد بس وقرر ان انت هتشتغل عليه كويس جدا وتفهم الاساسيات بتاعته، وان شاء الله ربنا يكرمك فيه. فاختار مجال او اتجاه وابدأ ان انت تعلمه وطبقه واعرض شغلك فيه. اهم حاجة برضو ان انت تعمل بورتفوليو كويس، ما تستناش اول عميل يجيلك علشان تبدأ ان انت تاخد الشغل ده وتضيفه في البورتفوليو، لكن زي ما قلت لك اعمل لنفسك دايما مشاريع. لو انت مثلا بتشتغل بالاكسل ابدأ نزل بيانات وخد البيانات دي اعمل مثلا بيها داشبورد وضيفها في البورتفوليو بتاعك. لو انت مثلا شغال في التصميم ابدأ اعمل مثلا تصميم لبوستات او لوجو مثلا وهمية وضيفها في البورتفوليو. ولو انت شغال في المونتاج ابدأ اعمل فيديو صغير واعرضه في البورتفوليو بتاعك. المهم يكون عندك حاجة تقول بيها للعميل ده مثال على الشغل بتاعي وانا اقدر اعمل كده واحسن كمان. خلينا نخش على المفهوم اللي بعد كده. الفريلانسر مش خمسات ومستقل واب وورك وفايفر بس، لا دول المنصات اللي عليهم عمل او مثلا شغل او بينزل عليهم طلبات باستمرار او بصفة مباشرة، لكن هي مجرد طريقة للوصول للعملاء. إنما أنت ممكن تجيب عملاء من منصات تانية كتير زي مثلا لينكد إن، أو عن طريق مثلا ترشيح من أحد الأصدقاء أو من عميل اشتغلت معاه قبل كده، أو مثلا من محتوى أنت بتنشره أو من البورتفوليو بتاعك اللي أنت بتعرضه. ما تربطش كل الشغل بمنصة واحدة بس وتقول هي دي اللي أنا هجيب منها الشغل. ما تربطش نجاحك بمنصة واحدة بس، خلي عندك تنوع وشوف اكتر من منصة. خليني بقى اقول لك الخلاصة. الفريلانسر حقيقي وفعلا موجود ويقدر ان هو يجيب لك دخل كويس جدا، لكنه مش سهل بالطريقة اللي انت ممكن تكون متخيلها، وفي نفس الوقت برضه هو مش اصعب حاجة. لكن زي ما قلنا محتاج بعض الترتيبات وبعض الامور اللي انت لازم تكون عارفها في البداية علشان تقدر تبدأ صح. الفريلانس برضو ممكن يديلك مصدر دخل قوي جدا، لكنه محتاج وقت ومجهود، وممكن ان هو يغنيك عن الوظيفة، لكن ده بيحصل دايما بالتدريب. فما تعيش الفريلانسر على انه حلم وردي وخلاص، لكن خده كمشروع. ابدأ ان انت اتعلم مهارة وطبقها، وخد المهارة دي ضيفها في البورتفوليو،
واعمل اكونت مثلا على موقع من مواقع العمل الحر، او طبعا اكتر من موقع. وبعد كده اول عميل ثم اول تقييم، وبعد كده تبدأ تطور اكتر من نفسك وتجيب دخل متكرر من المشاريع اللي انت بتعملها. وبعد كده تبدأ طبعا ان انت تتوسع شيئا فشيئا. دي كانت بداية السلسلة يا صديقي، وفي الفيديوهات الجاية ان شاء الله هنتكلم بتوسع اكتر عن مين ممكن فعلا يكون فريلانسر ناجح، وامتى تكون جاهز لان انت تبدأ مع اول عميل، وازاي تختار مجال، وازاي تبدأ ان انت تسعر الشغل بتاعك، وازاي طبعا تجيب اول عميل ليك. فاكتب لي في التعليقات ايه اكتر سؤال ممكن يكون محيرك عن الفريلانس، ونحاول ان شاء الله ان احنا نجاوب عليه في خلال السلسلة دي او في خلال الفيديوهات الجاية. ولو حابب تتابع السلسلة من بدايتها اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك ان شاء الله كل الفيديوهات اللي هتنزل. شكرا ليكم، اشوفكم في الفيديوهات الجاية ان شاء الله.